امسك نفسك. صلي على النبي، صلي على النبي، صلي يا عم الحاج. عليك الله ينور حاج محمد. بربون الغرق ده اهو حاج محمد شوقي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشتركي القناه ومشاهدي القناه، السلام عليكم ورحمه الله. النهارده مفيش حواجز، النهارده هنطلع رحله تسقيط ان شاء الله من منطقه بحري اسكندريه، من مكان اسمه السقاله. ده بنركبه منه اللانش زي ما احنا شايفين كده المنظر، وبينزلوا صورته لكم فيديوهات قبل كده، بينزلوا منه السمك اللي بينزل في حلقه السمك الانفوشي في بحري في اسكندريه. النهارده الرحله ان شاء الله عشان نتعرف على الاسماك اللي عايشه في الاعماق جوه، او في الغرق بلغه الصيادين، او في الوسع بلغه الصيادين. الفرق بينها وبين السمك اللي بره ايه. كل التحيه والتقدير لكل مشاهدي القناه، وبالاخص الناس اصحاب التعليقات المميزه اللي انا دايما حريص على اني اشكرهم كل فيديو. ان شاء الله الفيديو ينول اعجابكم، ويلا بينا بقى نشوف هنعملوا ايه في رحله التسقيط دي، ونعرف معلومات كافيه عن السمك اللي احنا هنطلعه ان شاء الله. انا جوه ايوه كده على طول كده، صلاة النبي. ايوه كده احبك. ايوه كده احبك يا ابو خليل. ابو خليل يا عسل. صلاة النبي حاج محمد. الله ينور احمد. الله ينور احمد. يومك زي العسل يا حاج محمد. الله ينور احمد. صلاة النبي. هو سمكايه واحده بس، واحده رفيعه تحت. صلي على النبي. صلي على النبي. صلي على النبي. واحده رفيعه ماشي، بس جت الكبيره اهو. بس جايه بلع صلاة النبي اهو. ما شاء الله يا احمد. دلع يا دلع. ما شاء الله. صلاة النبي. الصور دلوقتي الصور. الله ينور. الله ينور عايز. الله ينور. اهو كان الحلال اهو. احمد مهدي اهو. الله ينور. الله ينور عليكم. الحقيقه يا جماعه حابب اوضح نقطه مهمه جدا للناس اللي بتحب رحلات التسقيط. لازم تاخد بالك من النقطه دي واوعى تقع فيها. ايه هي؟ انك تختار الراجل الصح والمركب الصح اللي هتطلع معاهم. بمعنى انا طلعت رحلتين تسقيط في اسبوع. اول طلعه للاسف اخترت الراجل الغلط، وكان المركب الغلط برضه، مع ان الجو كان ملائم جدا لرحلات التسقيط. يعني ايه الراجل الغلط؟ اولا كل همه ياخد القرشين، ولا شاغل باله بانه يصيدك، ولا شاغل باله بيك طالما ركبت المركب خلاص. هو يعني كل حاجة شغلاه ان هو ياخد القرشين. واضح جدا كان عليه، يعني قاعد يلف بينا قدام كوبري ستانلي شوية في الوسع، بس شايف ملامح كوبري ستانلي قدام مول سان ستيفانو. الناس الاسكندرانية عارفين المناطق اللي انا بتكلم عنها كويس. اساسا مش في دماغه، وزي ما في وحش اكيد ربنا بيعطرك بناس عندها ضمير. وقد كان في الرحلة التانية تحس بفرق السماء والارض، يعني بين بني ادم كل همه القرشين او الفلوس، والتاني كل همه ان يصيد الناس اللي معاه، ومهتم بكل الناس اللي على المركب. ده لو حتى قرمتين اتكعبلوا بيسيب اللي في ايده ويجي يجري يسلك لك القرم. المركب بتاعته فيها كل الخدمات. يعني الوحش ده انا مش هقول اسمه ايه، انما الحلو ده او المحترم او اللي عنده ضمير، اقل حاجة ممكن نعملها معاه ان احنا نقول اسمه. الراجل المحترم ده كان اسمه احمد المهدي، بيطلع من بحر. يا جماعة الناس الاسكندرانية اللي بتحب التسقيط اكيد تعرفه، شخصية مريحة جدا. ودي كانت الرحلة التانية.
الواحد بيحاول يوصل للناس ويحذرهم من اللي بيقع فيه. المقطع اللي احنا شايفينه ده يا جماعه كان سمك تونه بيلطش قدامنا، ده كان في الرحله الاولى. انا ما صورتش اي حد بيطلع سمك حتى في الرحله الاولى لان كان الواحد قافل خالص. ده سمك تونه كان بيلطش على قطعيه سردين او بيقرص على قطعيه سردين. زي ما احنا شايفين الجو ملائم جدا كان للصيد، بس الواحد للاسف يعني قفل من الطريقه والاحساس بانه اهم حاجه عنده الفلوس زي ما انا قلت لكم. يعني بصوا زي ما احنا شايفين في قرص في الميه جامد، ده كان على قطعيه سردين. حتى انا يعني سالت الناس لو حد معاه معلقه نقربه شويه هيخطف من السمك ده يعني. ما تنساش تنزل في صندوق الوصف، هتلاقي معلومات مهمة جدا وهتلاقي العدة المستخدمة تفاصيلها. يلا بينا بقى نكملوا الفيديو مع بعض. طلعت على طول بس عشان ما تشلحش، مش جو ترتيب ده، هما سمكتين بس. صلي على النبي. 80 متر بس تحت مع البوش. صلاة النبي، سرعاية طالعة. صلي على النبي، صلاة النبي، صلي على النبي، صلي على النبي، صلي على النبي، صلي على النبي اهو. صلاة النبي، السمك طالع اهو. صلي على النبي مع الناجي والحاج محمد كمان مشرفنا ومجهزنا اهو. ربنا يبارك لك يا مهدي. سرعاية اهو، صلاة النبي اهو. بلدي وسرعة، بلدي وسرعة، وفي واحدة فلتت تحت اللي هي تحت السلاح. صلاة النبي ما شاء الله عليك. اول رمية واول استفتاح اهو. الله ينور احمد، الله ينور. النبي حاج محمد من احسن الناس المحترمة. نورنا ربنا يا حاج محمد، نورنا والله يا حاج محمد. ربنا يبارك لك احمد، الله يكرمك يا احمد. الله يكرمك عندنا بقى بنادي القوات المسلحة بقى. صلاة النبي في حمام السباحة. هنتشرف بيك يا احمد، تجي لي في اي فرح وقت. دنيا، نعمله فرح دنيا، تجي لي في اي وقت يا احمد، اتشرف بيك يا احمد. حاج محمد. صلي على النبي، صلي على النبي، صلي على النبي. ماشي واحدة بولتي، ماشي. صلي على النبي، صلي على النبي. هتقرب بولتي دي، هتقرب بولتي ده. تعالى. الله ينور، الله ينور. بلدي يا بلدي. صلي على النبي اهو. تونة، تونة ولا دراج؟ صلاة النبي اللي يكرم بيه ربنا. دراج، صلاة النبي زي ما انت. صلاة النبي، صلاة النبي. تونة 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 تونة، صلاة النبي. تونة المجنونة، هات عليه، هو ده. ارفع على طول، واكلة 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 واكلة. هات على طول على فوق على المركب. صلاة النبي، الله أكبر. اطلع على طول. صلاة النبي، صلي على النبي، صلي. صلي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بتاعك عسل. الله أكبر. بنكرر انزل صندوق الوصف، هتلاقي معلومات مهمة جدا. بننهي الفيديو بالتابلو البديع اللي احنا شايفينه ده، ونقول سبحان الله. ده كان الجزء الأول من رحلة التسقيط. التاني كله أكشن إن شاء الله. أقل حاجة ممكن نعملها مع الراجل اللي طلعنا معاه تاني مرة، إن أنا هسيب الكارت بتاعه في آخر الفيديو عشان الناس الاسكندرانية اللي بتحب التسقيط اطلع معاه، هترتاح تتبسط جدا، والراجل ده هيطلع معاك عشان يصيدك. أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.